لكل جواب نعم أو لا، لأنه هذا وقتي. هل تم هذا التطهير من الرجس من الخطأ ومن الذنوب لعلي وذريته من الحسن والحسين أو لبعضهم؟ تفضل. الآية تتكلم عن تطهير أهل البيت الذين هم أصحاب الكساء. سألتك سؤال، لا تعد ولا تضيع الوقت، هذا وقتي. سألتك هل تمت إرادة الله في تطهير الحسن والحسين وذريتهم أم لا؟ تطهيرهم تام وكامل. ما سألتك تام وطاهر، هل تم وانتهى؟ تم يعني خلاص قضاه الله وتمت كلمة ربك. لم أسألك عن ذاك. طيب الآن الإرادة تكوينية طبعا. لحظة بس هذا وقتي ما بيحزن. طيب السؤال الثاني، هل الآن آل البيت من الحسن والحسين مطهرون من الخطأ والذنوب؟ هل ملايين؟ أبدا لم يقل بذلك مسلم. إذا كيف تقول أن الله عز وجل حصر ذلك في الحسن والحسين وعلي وذريتهما ثم تقول لم يتم؟ هذا تناقض، أجب عنه. لا تقولني يا أعد من جديد. أنا ذكرت لك حديث الكساء وذكرت قول أم المؤمنين. لم أسألك عن أم المؤمنين لا تتكلم في وقتي. أنا ما سألتك لا عن أم المسلمين ولا على أم المحسنين. إذا لا تقولني. لا أسألك مسحنا. نبدأ من جديد. لمن تم التطهير؟ تفضل. تفضل يا شيخ عبد الحميد. هذه الآية تتكلم. لا سألتك سؤال. لا هذا من حقي ووقتي. هذا من حقي ووقتي. يا أيها المشاهدون لاحظوا وقتي كله أعطيته. سألتك لمن تم التطهير؟ تطهير تم، تقول تم على من؟ تفضل. هل تتكلم في الآية أم عموما؟ لا أتكلم في الآية. في الآية خصت من بالتطهير. تم الأمر. يعني الآية خصت من بالتطهير. الآية نزلت في الخمسة أصحاب الكساء فقط. من هم؟ اعلم ذلك وخذه مني. من هم؟ يعني أمليهم علينا حتى أسجلهم خلفك يا سماحة الشيخ. وعلي وفاطمة والحسن والحسين. جميل. من أين أتيتم؟ جميل. إذا لاحظ، الحسن مطهر من الخطأ، كيف بايع معاوية؟ هذا خطأ أم صواب؟ هذا خروج عن الموضوع. ليس خروجا. الله أكبر، ظهر الحق. الله أكبر، ظهر الحق. الآن قال يا أخوان كلكم لا تتكلم في وقتي. انتظر يا سماحة الشيخ عبد الحميد. انت وقت المداخلة. انتظر. هذا وقتي. تفضل اوضح فكرتك. الآن ظهر أمام الحق جليا. قال بعد إني أعدت ضيع لي وقتي. قال أن التطهير تم للحسن. الآن ومعناته ما أخطأ. عندما بايع معاوية أخطأ أم أصاب؟ أبايع بوحي لأنه معصوم ومطهر أم باجتهاد؟ فقال هذا خارج عن الموضوع. الحمد لله الذي عرف الآن عرف الحق. المسألة الثانية، تكلم أنت شيخنا العزيز. أنا أتكلم ما جرى ليصالح الإمام الحسن معاوية. تكلم عن الظروف التي كانت. إن كنت تحسن شيئا تكلم عما جرى. ولماذا أسألك أيضا أسألك هذه إجابة طبعا بسؤال. اسمح لي. تفضل. لماذا أصر الإمام الحسن عليه السلام بعد استشهاد أمير المؤمنين في تجييش الجيوش وقتال معاوية؟ لماذا أصر وجمع المسلمين ليقاتل معاوية وجمع الجيش في مكان النخيلة أو ما يشابه ذلك، بمكان سطح القمر؟ ليس هذا نقطة بطلب من معاوية، بتوسل من معاوية. راح جاوبك. شوف ما أسرع جوابي. لأن الحسن كان يعتقد أن الحق معه.
شو رأيك؟ شفت أسرع من الجواب؟ إيه؟ بس أنت عجبني هكذا. أنا ما قلت لك، أنت سألتني لحظة. الحق مع من كان؟ كان الحق مع الحسن. طبعا تريدنا نبيع ديننا، بس أنت أجب. الآن أنا سؤالي، الحق مع الحسن؟ إيه والله أنت ما تدري أن نعتقد ذلك، والحق مع علي. الآن السؤال شلون؟ وضح لنا حبيبي. أنا بوضح لك ولن أضيع الوقت وتخرجني عن الموضوع. تسألني هل تدري عن الظروف؟ ليس هذا سؤالي. سؤالي هل تنازل أم لم يتنازل؟ الحق مع الحسن؟ إيه والله.